مش كل دمعة نزلت كانت ضعف، يمكن كانت بتتخلص من حمولة زيادة. في ناس فاكرة إن البكاء علامة انكسار، بس الحقيقة إن البكاء أوقات بيكون تنظيف للروح. لما الدموع تنزل بتغسل تعبك، بتفك العقد اللي جوه صدرك، وبتسيبك أخف. ربنا خلق الدموع مش عشان تفضحك، لكن عشان تريحك. الدموع مش ضعف، الضعف الحقيقي إنك تكتم وجعك وتضحك كأنك تمام. كل مرة تبكي، صدقني، انت بتتخلص من حمل مش شايفه، بتخف، بتتعافى، وبتقرب خطوة من نفسك ومن ربنا. البكاء مش عيب، العيب إنك تفتكر إنك لازم تبقى قوي طول الوقت. القوة مش إنك ما تدمعش، القوة إنك تبكي وتكمل. فابكي لو محتاج، بس بعد كل دمعة امسحها، وافتكر إنك أخف من أولها. الدرس ده هو جزء من الإطار الكامل للبروفة دي اللي بنشاركها مع بعض. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل متابعة وتشترك في القناة عشان لسه عندنا كلام كتير. وشاركني، آخر مرة بكيت فيها كانت وجع ولا راحة؟ في كل بروفة كلمة، وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.